كنت بشرب عصير في محل كده في شارع الشريف. وعلى فكرة أنا بحب العصير الفريش جدا يا جماعة. وأنا واقفة بشرب العصير كده لمحت عمارة مكتوب عليها من فوق كده كتابة اسمها أدرياتيكا، وطرازها غير طراز أي عمارة موجودة في وسط البلد، ومكتوب عليها كتابة كده بالإيطالي وكتابة بالعربي. قلت لأ، أنا لازم أعرف إيه قصة العمارة دي. تعالوا بقى يلا أحكي لكم قصة عمارة أدرياتيكا. العمارة دي تأسست سنة 1928، وهي على التصميم الإيطالي أو تصميم المعماري الإيطالي، وأسسها المعماري الإيطالي فلورستانيو دي فوستو، وصممها على النظام الكلاسيكي الحديث. ودي بتعتبر مقر لشركة الاتحاد الإدرياتيكي في إيطاليا. تعالوا بقى نتفرج على مدخل العمارة. والعمارة زي ما احنا شايفين هو مدخلها عادي جدا، بسيط جدا، والأسانسير بتاعها أسانسير عريق جدا وفعلا شكله كلاسيكي جدا. والعمارة بتنتمي لشركة الاتحاد الإدرياتيكي للتأمين في إيطاليا، والاتحاد ده اتأسس سنة 1838 وعمل كذا مقر ليه في العالم، وكان من ضمنهم مصر. واللي عرفته كمان ان العمارة دي كان بيتردد عليها رأفت الهجان، طبعا كلنا عارفين شخصيته من خلال المسلسل، عشان كان بيتعامل مع شركة التأمين دي في تأمين أفواجه السياحية، علشان هو كان عنده شركة سياحة في إسرائيل، والشركة اتخذت ليها شعار الأسد المرقصي زي ما احنا شايفينه على باب العمارة. بس شركة أدرياتيكا لم يعد لها وجود دلوقتي، وتم بيعها لشركة أليانز الألمانية الشهيرة، ولكن أثرها مازال موجود في وسط البلد بالعمارة الجميلة اللي احنا اتفرجنا عليها دي. أشوفكم في جولات جديدة وفي عماير جديدة. باي باي.